اما انا بقى هقول لكم على طريقة فراخ تعمليها خطيرة، هتشرفك ان شاء الله في عزايم رمضان. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معايا كده يا بنات الكبة بتاعتي، وهبدأ اقطع فيها بصلتين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مش كبار قوي، متوسطين. فصين توم يا بنات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وتعالوا بقى نضربوهم ضربة محترمة كده، مش عايزاهم ناعمين قوي. طبعا الكبة دي يدوية يا بنات بس خطيرة. قطعتهم بالطريقة دي، هقطع عليهم بقى طماطماية واحدة بس كده يا بنات، عليها بقى حتة قرن شطة كده حراق، وعندي بقى ايه فلفل الوان كده احمر واخضر واصفر. وتعالوا بقى نضربوهم تاني بالطريقة اللي شايفينها دي، اسهل صينية بطاطس بالفراخ ممكن تعمليها. تعالوا بقى يا بنات في نفس الكبة نعصروا عليهم فص ليمونة كاملة. بعد ما عصرنا الليمونة يا بنات هنحط بقى مكعب مرق على حسب الرغبة، عليها بقى نص معلقة قرفة، عليها نص معلقة بهارات 7، عليها معلقة كبيرة فلفل أسمر، عليها ربع معلقة كمون، ربع معلقة صغيرة، عليها معلقة بابريكا، يلا بقى معلقة ملح كبيرة كده يا بنات. وهبدأ بقى أخلط الخليط ده كويس جدا، ادعكي كويس لحد ما البصل ينزل المية بتاعته. أيوة كده. يلا بقى نركنه الخليط ده على جنب ونغسله ايدينا ونبدأ نقطعه البطاطس مع بعض. انا عايزة البطاطس دي يا بنات ولا سميكة ولا رفيعة، عايزاها في الوسط، هي بطاطستين يا بنات مش اكتر من كده. ما تكتريش البطاطس تحتيها لان البطاطس بتشرب طعم الفراخ، وانا عايزة صينية الفراخ محتفظة بطعمها. خلاص كده يا بنات، انا طبعا ماسكه الفراخ بتاعتي غسلها غسله تمام ومصفياها. انا جايبه فرختين يا بنات تمام، واخده منهم الصدر بتاعهم عاملاهم بانيه، والباقي هشويه معاكم بالطريقه اللي شايفينها دي. طبعا جبت بوله كبيره، نزلت بالخليط بتاعي اللي انا كنت دعكاه، وزودت عليه كمان نص معلقه فلفل اسمر. وبعد كده يا بنات هبدا انزل بالفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها كويس جدا ومخليها زي القشطه، وسايباها تتصفى كده في مصفى. وبعد ما تصفت هبدأ بقى انزل بيها على البصل بتاعي. يلا بقى اخلطي بقى كويس كده وتبلي كويس الفراخ بتاعتك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هننزل برضو بالبطاطس بتاعتي عليها، كله كده يتجانس مع بعض ويتبل مع بعض. هتسيب الفراخ بتاعتك قد ايه، هجيب لها شوية زيت الاول كده، هنحط شوية زيت كده حلوين محترمين. وبعد كده بقى هجيب ورقة فويل اغطيها واسيبها يا بنات 3 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. كل لما تسيبيها كل لما تكون احلى، ولو عايزة تعمليها من بالليل هيكون احلى واحلى. بعد ما مر كده 4 ساعات عليها يا بنات هجيب معلقة سمنة احطها في قعر الصينية، وهبدأ ارص الفراخ بتاعتي بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. بصوا الوصفة سهلة وبسيطة، وكله يعني يعتبر احنا استعملنا حلة واحدة يعني، وما فيهاش مواعين كتير. يلا بقى نرص بقى الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هحط بس شويه خلطه كده على البطاطس من فوق، وابدا بقى ارص الفراخ يا بنات. عسل كده. كل ما بجيب فراخ يا بنات بشيل الصدر بتاعها بني، لان انا ولادي اساسا ما بيحبوش الصدر، بالنسبه لهم الصدر ده معجزه لو اكلوه والله يا بنات. فيعني اصلا طريقه ليه ان انا بعمله بانيه، يعني اقطعه حتت صغيره كده، ولما احب اعمله شاورما اعمله بانيه، يبقى معايا متاح عندي في الفريزر. بصوا بقى يا بنات نزلت بقيه التتبيله بتاعتي تمام. لو عايزه بقى تسيبيها كمان تتبل شويه مفيش اي مشكله. بعد ما حطيتيها في الصينيه هنزل بس بطماطميتين كده، طماطميه واحده دي يا بنات على فكره. بدات كده قطعتها دواير، وهقطع قرن فلفل كمان بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. ده للشكل يا بنات كده والمنظر بتاعها، وكمان بتديها طعم حلو قوي، بتعلي التست بتاعها بصراحه.
ايوه كده. عايزاكي بقى يا ست الكل لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطيه لايك من ايديك الحلو. اما انت بقى لو لسه شايفه قناه مسك جديد يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس تنوريني وتشرفيني. بصوا بقى يا بنات، اوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى صينيه فراخ مشويه. مشويه يا بنات، بس تحتيها بطاطستين كده ممكن تغمسي بيها، ولو حابه بقى تاكليها بالعيش يا بوي بتبقى خطيره. بصوا بقى يا بنات، انا همسك الصينيه بتاعتي دي هحط لها نص كوبايه، انا سبتها برضو على فكره نص ساعه كمان بعد ما فرشتها كده بالحاجه بتاعتها. هحط كده نص كوبايه ميه، تمام، وهبدا اعلق عليها واوطي، اعلق عليها واوطي. تعالوا بقى نعمله مع بعض كده يا ولاد. رز معمر في الفرن. صينيه البطاطس دي بيحلى معاها رز معمر، والله بقى لو دخلتي كده رغيفين عيش تجمريهم، تحفه. انا نزلت يا بنات بمعلقه سمنه في القعر بتاع الطاجن بتاعي، وابدا انزل بالرز بتاعي اللي انا غسلاه كويس جدا. عسل كده يا بنات. تعالوا بقى نحط الملح بتاعنا. حطيت كده معلقه ملح محترمه. هحط شويه فلفل اسمر صغيرين مش كبار. هزود اللبن. ايوه كده عسل. نزوده شويه لبن كمان. كل ما تديها لبن وكل ما تبقى احلى، لكن لو زودتي ميه بيبقى الرز المعمر ما بيبقاش طعم قوي يا بنات. لكن احلى حاجه في الرز المعمر هو اللبن. عايزه تعملي رز معمر زي الكتاب ما قال، سويه باللبن كله، ما تحطيش ميه خالص. يلا بقى ندخلوه الفرن على فرن سخن كده يا ولاد، حامي تمام كده، تكوني مولعه من قبلها بنص ساعه كده، تكوني مسخناه كويس. طبعا ركي ما دخلته بدا يغلي وخد وش على طول العسل ده يا بنات. شوفوا الوش بتاع الرز المعمر، قمر. طبعا بعد ما سويت الرز المعمر بتاعي وحطيت، رحت حاطه الفراخ بتاعتي، خدت وش واستوت وبقت عسل يا ولاد. بصوا شوفوا بقى يا ولاد الفراخ مستويه، بصوا لوز اللوز، والبطاطس قمر قمر قمر. شوفوا بقى الصوص ده يا بناتي اللي تحت ده اللي احنا بنغمسه بيه الرز، خطير. عايزاكم تجربوها باذن الله هتعجبكم. واللي عجب الفيديو ده يا ريت يحطيه لايك من ايديه الحلوه، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. سلام.